الأخ الأمين من موريتانيا كان سائل عن الدجاج المستورد، هل هو حلال أم حرام؟ أقول الدجاج المستورد إن كان من بلاد يدين أهلها فيها بديانة أهل الكتاب، وعرف أنه ذبح على الشريعة الإسلامية أو على الطريقة الإسلامية، يعني الذبح الشرعي، فهذا حلال مباح بنص القرآن الكريم، لأن الله عز وجل ذكر في أواخر ما نزل من القرآن في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فلتأكد يا أخي أنه إن كان من أهل الكتاب، من ذبائح أهل الكتاب، وذبحت على الطريقة الإسلامية، فهذا حلال مباح. أما إن كان على غير دين أهل الكتاب فهذا لا تجوز، أو هذه لا تجوز أكلها أو أكل ذبائح هؤلاء الناس أبدا، حتى ولو ذبحت على طريقة شرعية. كذلك لو كان أهل كتاب وذبحوها بصعق أو غير ذلك بضرب نار كما نسمع، فأيضا هذا لا يجوز ويحرم.